اوعي تدخلي المكان ده انت وجوزك. كملي الفيديو معايا الاخر، اعملوا متابعة القناة ودوسوا لايك. ربنا يكبر بخاطرك يلا هتعمل متابعة القناة. اوعي تدخلي سوبر ماركت انت وجوزك. احنا بنخش حلوين وزي السمنة على العسل وكل حاجة، بنطلع متخانقين لأن النية بتبقى داخلة هجيب كيس رز، هجيب مناديل، هجيب كيس مكرونة، شوية حاجات كده في حسبة 100 جنيه. تخشي بتنسي نفسك، تقدري تنزلي وتحطي تنزلي وتحطي، تطلعي برا تحاسبي تلاقي أرقام مكنتش متفقة عليها وهو ما كانش عامل حسابه عليها. تبدأ من هنا المشاكل بقى. فنصيحة مني ما تروحيش مكان زي ده واخدة جوزك معاك، لأن صدقيني هيقطع علاقته بيكي. وفعلا بيقطع علاقته بيكي حوالي أسبوع على مجرد بس تخشي المكان ده. رغم ان والله العظيم يعني ان انا ما بجيبش حاجات خارجية، انا بجيب كلها حاجات للبيت، بس من وجهة نظره ان ست مسرفة، ست مبذرة، ست بتضيعي فلوسك على حاجات ملهاش لازمة، كل اسبوع بنيجي ونجيبها ملهاش لازمة. مهم ان انت ست مش احسن حاجة. فنصيحة مني ما تخشيش السوبر ماركت ومعاكي جوزك لأي سبب من الأسباب. روحي لوحدك، أو روحي سرقة، أو روحي وهما نايمين. المهم ما تخشيش السوبر ماركت وجوزك معاكي. نصيحة مني ليكِ.